زول في اللون، وتحياتي لكل متتبعين قناة نوميديا ريكورد الأوفياء، وتحياتي للشعب المصري وبالخصوص أهلنا في سيوة وبنها والصعيد وأسوان، أجدع ناس وحبايبنا وإخواننا في الهوية الأمازيغية. الشعب المصري شعب طيب وعمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، وإحنا الأمازيغ عندنا تاريخ عريق بين الفراعنة وبين الأمازيغ، والتاريخ يشهد أن العلاقات بين الأمازيغ والفراعنة كانت طيبة وكويسة بين الشعوب. وخير دليل الملك الأمازيغي شيشانق الذي ورث عن أجداده وظيفة الكاهن، وصار بعد ذلك الكاهن الأعظم وقائد حامية إهناسيا، وتزوج من محنتوسخت ابنة زعيم قبيلة مي، وأنجب منها نمرود الذي تزوج من الأميرة تانتسباح والتي أنجب منها شيشانق، فأصبح فرعون مصر ومؤسس الأسرة الثانية والعشرين بعد أن اندمج في المجتمع المصري. وعاشت أسرته فيها لمدة 5 أجيال، وفي مصر معروف عند الشعب المصري باسم الفرعون الفضي. وأي واحد مش مصدق الكلام ده يسأل الأستاذ الكبير والباحث المخضرم المعلم زاهي حواس. موضوعنا النهاردة مش على تاريخ مصر أو تاريخ شمال أفريقيا بس، موضوعنا النهاردة على المتعلم اللي عاوز يعلم على الأمازيغ، وهو الأستاذ الفاضل معتز مطر اللي ساب مشاكل مصر ومواضيعها وراح يكلم على مشاكل شعوب شمال أفريقيا مع تلميع صورة القومية العربية على حساب الأمازيغ. يا أستاذ أنت مالكش دعوة بسكان والشعوب شمال أفريقيا، احنا قضيتنا هي القضية الأمازيغية، والقضية الأمازيغية باختصار عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي هو تحرير شمال أفريقيا من الأنظمة العربية وإزالة الحدود وتوحيد شمال أفريقيا في دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمازيغية. يا أستاذ احنا بعيدين كل البعد عن الهوية العربية، واحنا هنا في شمال أفريقيا هويتنا أمازيغية ومش عربية كما تدعون. قبل ما نخش في صلب الموضوع خلينا نتعرف على الدول الأمازيغية اللي انت مش منتبه ليها ومش عارف تتكلم عليها، ونفسك في القضية الأمازيغية تصير موضوعك عشان تسترزق بيها، لكن القومية العربية لا تترك لك مجال لذلك. طيب شمال أفريقيا متكونة من 10 دول أمازيغية وأصولها أمازيغية، ولا زالت ليومنا هذا تحتفظ بهويتها الأمازيغية. خلينا نعرفك عليهم واحدة واحدة. جزر الكناري أصولهم أمازيغية، المغرب كذلك أصولهم أمازيغية، الجزائر أصولهم أمازيغية، تونس كذلك أصولهم أمازيغية، ليبيا أمازيغية، وإخواننا في مصر سيوة وبنها والصعيد وأسوان أصولهم أمازيغ وبيكلموا باللغة الأمازيغية. ده حتى طقوسهم وعاداتهم وأعيادهم وأفراحهم مختلفة كل الاختلاف عن الشعب المصري. موريتانيا كذلك أمازيغية، وقبل الميلاد كان المغرب وموريتانيا دولة واحدة، كانت تعرف بموريتانيا، وبعد الاحتلال الروماني صارت تعرف باسم موريتانيا الرومانية أو موريتانيا القيصرية. مالي كذلك أمازيغ ويعتزون بهويتهم الأمازيغية. بوركينا فاسو أمازيغ وأحرار وبيحبوا هويتهم الأمازيغية. نيجيريا أصولهم أمازيغية. فأنت يا أستاذ يا معتز مسكت كلمة المغرب وضفت عليها العربي وصار اسمها المغرب العربي، وعدت تمدح في الأومية العربية. ماذا لو اتحد المغرب العربي؟ سيصبح قوة، سيصبح دولة ذات مساحة شاسعة مليئة بالثروات والخيرات، تكتفي بنفسها وتساعد الأمة العربية. طيب يا عم الحاج، ما هو خيرات شمال أفريقيا وثرواتها وممتلكاتها في الأصل تم نهبها من طرف القومية العربية تحت الرعاية السامية لحكامهم وأتباعهم في شمال أفريقيا. القومية العربية اللي انت بتدافع عنها وبتنتمي ليها خربت شمال أفريقيا من كل الجهات، وتأتي انت في الأخير يا أستاذ يا كبير وتقول لنا ماذا لو اتحد المغرب العربي؟ اولا احنا مش عرب، احنا امازيغ السكان الاصليين لشمال افريقيا، احفاد سيفاكس واحفاد ديهية ويوغورتن واكسيل والشرفاء وعظماء الامازيغ. احنا ابناء نوميديا وموريتانيا وليبيا والممالك العظمى اللي كتبت التاريخ الامازيغ. هويتنا امازيغية، لغتنا امازيغية، ثقافتنا امازيغية، ونحن بعيدين كل البعد عن الهوية العربية ولا علاقة لنا بها. وبصفتي كناطق رسمي لمنطقة
قضية بعمران المتواجدة في المغرب المستعمر، هقول لك من منبر المحترم ما تحشرش نفسك في مواضيع وحاجات انت ما بتفهمش فيها. انت شايف نفسك عربي وبتدافع عن هويتك المزورة. احنا هنا في شمال افريقيا امازيغ ومش عرب، ومش عاوزينك تاني تكلم علينا او تحشر نفسك في مواضيع واهتمامات سكان شمال افريقيا. احنا بعيدين كل البعد عليكم، واحنا هنا في شمال افريقيا بنناضل كل يوم عشان ترجع السيادة والريادة والحكم للشعب الامازيغ. احنا بنناضل في ارض الوطن، واخواننا المهاجرين بيساعدونا كذلك بنضالهم من خارج ارض الوطن، وهدفنا تحرير شمال افريقيا من الانظمة العربية وتوحيد شمال افريقيا تحت دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الامازيغية، يعني تمازغ الكبرى يا مهندس، لنشكل قوة في موقعنا الجغرافي كما كان اجدادنا سابقا. احنا بنمشي على خطى اجدادنا، لكن انت يا استاذ بتمشي على خطى ال سعود واسيادك المشارقة. المرة الجاية لما يدوك قرشين ويقول لك غير الاتجاه واتكلم على شعوب شمال افريقيا، قول لهم لا، مش عاوز مشاكل مع الامازيغ. وتحياتي للشعب المصري ولجميع الامازيغ اللي بيعيشوا في مصر، واحلى تحية لاخواننا الامازيغ في الصعيد واسوان وسيوة وبنها وتنميرت يا يمازيغ يا يمدوكال على تشجيعاتكم ومساندتكم الدائمة للقضية الامازيغية. وازول ولن نزول، وقريبا سنحكم ونجول. تنميرت.